عندنا بقى مباراة غزل المحلة أرجنتين الكرة المصرية مع النادي الأهلي. أرجنتين الكرة المصرية عملوا مباراة ولا أروع دفاعية قدام النادي الأهلي. المحلة فضل متماسك قدام النادي الأهلي من أول دقيقة لآخر دقيقة. الكابتن علاء عبد العال ملك التعادلات. الراجل ده قال لك بعد الماتش في تصريحات من تصريحاته: اللي هيجي المحلة مش هيعرف يكسبنا، أكتر حاجة يعملها ياخد مننا نقطة. فالأهلي عمل مباراة ولا أروع. فضل الأهلي مسيطر على المباراة من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة، بس في النهاية كتيبة نجوم الأهلي تعادلت أمام أرجنتين الكرة المصرية غزل المحلة زعيم الفلاحين. المباراة خلصت 0-0 بعد ما كان الأهلي مسيطر فيها من أول دقيقة زي ما قلنا لغاية آخر دقيقة. فرص بالجملة: فرصة لأحمد سيد زيزو حطها لوب من فوق عامر، اللي بالمناسبة عامر في نهاية المباراة خد رجل المباراة. وهنقول ليه خد رجل المباراة. خد رجل المباراة عشان شال كورة من أحمد سيد زيزو، وكورة جت في القايم بن تريزيجيه، وكمان شال كورة فرصة محققة من جراديشار، وفرصة لمحمد علي بن رمضان جت فوق العارضة، وفي كمان شوطة قوية مدوية من أشرف داري من بعد نص الملعب من حوالي 40 ياردة. الكرة جت في العارضة وكأن العارضة معارضة دخول الكرة للمرمى، وخلصت المباراة 0-0. أجمل ما في المباراة جماهير الناديين. جماهير المحلة استقبلت جماهير النادي الأهلي بالهتافات وزفة لجماهير النادي الأهلي لما دخلوا المدرجات. جماهير المحلة بتقول: يا جماعة اللي هيجي هنا عندنا في المحلة هنستقبله وهنشيله على راسنا. ودي حاجة كويسة، ونفسنا الجمهور يرجع تاني. ودي كانت أحلى حاجة في الماتش الصراحة، الجماهير والهتافات بتاعت الجماهير. وكانت مباراة جميلة. في النهاية خلصت 0-0 نتيجة دفاع غزل المحلة تألق أمام هجمات النادي الأهلي. وعامر قلنا إن هو خد نجم اللقاء بسبب إن هو شال أكتر من هدف من لعيبة النادي الأهلي.